بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة أثريات محمد النشار. تقدم لكم فيديو اليوم عن 50 قرش 2005. الصادر عنها إشاعة بأنها تساوي الكثير من المال، من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه، وطبعا الكلام ده كله غير صحيح. هذه العملة متداولة 50 قرش تصرف ب50 قرش، وسبب الإشاعة حوالين هذه العملة إنها لا تجذب إلا المغناطيس. 2005 مصنوع من خامة النحاس، لا تجذب إلا المغناطيس، إنما هي عملة متداولة ولا تصل إلى هذا الحد من المال. يقول لك 3000 و5000. هذه إشاعة، محدش يضحك عليكم ويقول لكم إن العملة دي بتوصل للمبلغ ده. دي عملة متداولة حاليا وممكن تصرفها 50 قرش و50 قرش عادي. مفيش الكلام إن هي توصل ل5000 جنيه والكلام ده كله كلام كذب. وهي عملة موجودة بكميات كبيرة، يعني ال50 قرش ديت اللي هي 2005. هي كل الميزة اللي فيها إنها لا تجذب إلى المغناطيس، وديت اللي الناس فكروا إن هي لها قيمة مادية عالية جدا، وهذا كلام غير صحيح. هي 50 قرش ما تساويش غير 50 قرش. 50 قرش طبعا هي 2005 ديت نفس 50 قرش اللي هي الجديدة، بس حجمها أكبر منها بقليل. وال50 قرش اللي هي ممكن تكون مطلوبة نادرة ومطلوبة، اللي هي بقى غلطات في حد السك بتاعها، يعني الخلف بتاعها اللي هي مرسوم عليها صورة الملكة تكون مقلوبة الناحية التانية، عكس كلمة 50 قرش ديت. ممكن تعلي سعرها شوية بس توصل برضو يعني حاجات بسيطة، ممكن توصل من 100 ل 150 جنيه. دي في حالة الأخطاء اللي هي